السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الكرام، كنتمنىكم تكونوا بخير وبأحوال طيبة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناة مطبخ سلومة المتنوع. فيديو اليوم إن شاء الله غنحضر معكم الدبلة الليبية اللي كتجي يعني رائعة في الماكلة ديالها، وكتجي هشيشة وكتجي في المنظر ديالها كيف ما كتشوفوا راقية، وبمقادير اللي بسيطة وفي المتناول وسهلة في التحضير ديالها. يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة للجميع. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في المقادير. عندنا هنا نص كيلو ديال الطحين فورس، ضروري يكون النوع الممتاز ديال الحلويات، وغنعبر معكم بالكاس. عندنا هنا 2 معالق كبار ديال الزبده، يعني اي نوع كانت متوفره عندكم. عندنا ساشيه ديال الفاني، وعندنا نص ساشيه ديال الخميره الكيميائيه، وعندنا بيضه وكاس ديال ماء الزهر. غادي نبداو دابا في الطريقه. غادي ناخذوا قصريه. اولا غادي ندوب الزبده، ودابا غادي نبدا نعبر لكم الطحين بالكاس. غادي ندير بالضبط 5 ديال الكؤوس. بالنسبه للكؤوس، كؤوس الشاي او لا كؤوس العنبه. صافي غادي نضيف 5 ديال الكيسان بالضبط. هاد الطحين ضروري يكون مغربل من قبل باش ما يكونش فيه الحبيبات ويعذبكم عفوا في العجينه ديالو. غادي ندير حفيره في النص. غادي ندير نص ساشيه ديال الخميره الكيميائيه، تقريبا نص معلقه صغيره. وغادي نضيف ساشيه ديال الفاني، او لا كانت عندكم روح الزهر او لا يعني اللي كان متوفر عندكم. غادي نضيف قليل من الملحه باش تعادل لينا نسبه المذاق ما بين الحلاوه والملاحه. دابا غادي نضيف الزبده من بعد ما ذوبتها. يعني ضروري هذه المرحله انكم تذوبوا الزبده، يعني ما ديروهاش بحال كيما كنديروا لي كيش او لي طارطوليت. يعني هذه ضروري انكم تذوبوها. بما ان الزبده سخونه غادي نبردها بالقليل من ماء الزهر، وغادي نضيف البيضه اللي حتى هي جبتها من قبل من الثلاجه، ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ. صافي دابا غادي نبدا نجمع هاد المكونات كامله. بالنسبه لماء الزهر غادي نبدا نضيف يعني شيئا فشيئا وعيني ميزاني على حسب نوعيه الطحين. كيف ما كنقول لكم دائما، يقدر يعني تبغيو اكثر من هذا الشيء اللي درت انايا ديال الماء الزهر. كاس ونص يقدر، ماشي اكثر. يعني لا كان تيشرب الطحين فغادي يكون كاس ونص بالكثير. صافي كنبقى نجمع هاد المكونات كامله. بالنسبه للطحين عندي انا فهو ما تيشربش، فلهذا يعني كاس واحد ديال ماء الزهر كفاني في العجينه ديالها. صافي وكنبقى نجمع في العجينه بهذا الشكل هذا. ما كندلكوهاش بزاف، يعني غير واحد شويه، لان غادي نخليوها ترتاح لمده ديال ساعه على الاقل. صافي كنحاول ندخل المكونات في بعضياتها. بالنسبه للعجينه حاولوا تقصحوها واحد شويه باش تعاونكم في الطليق ديالها وملي نكونوا كنقليو فيها. صافي غنجمعوها بهذا الشكل هذا، وغادي نغطيوها ببلاستيك ونخليوها ساعه كما قلت لكم على الاقل. من بعد ما ارتاحت العجينه معنا لمده ديال ساعه، دابا غادي نبدا نقطعها كويرات. ومن بعد ما نكمل تقطعهم غادي نشكلها لشكل حريبلات صغار بهذا الشكل هذا، بحال غادي ندير الملوي تماما. غادي نديرهم في بلاستيكه ونخليهم يرتاحوا لمده ديال نص ساعه عاود. بالنسبه لهاد المعسله هذه كتبغي ترتاح، يعني كل ما ارتاحت كل ما تعطينا نتيجه احسن وافضل. صافي وغادي نخليها. وهنا من بعد ما ارتاحت لينا بالضبط نص ساعه غادي نحتاجو المايزينا والدلاك، وغنحتاجو القطعه ديال البيتزا او المهم القطعه اللي بهذا الشكل هذا. صافي غادي نبداو نرشو المايزينا وغادي نبداو نحلو فيها بالدلاك بهذا الشكل هذا. بالنسبه اللي عندهم الوراقه الاله ديال الشباكيه او لا بوشنيخه،
يعني من الافضل. صافي وغادي نبقى مستمره. من بعد ما حليتها بهذا الشكل هذا، يعني ضروري ترقوها في التوراق ديالها، يعني ضروري باش تنجح معاكم. غادي ناخذ القطاعه وغنقطعها من النص، وغادي نبقى نقادها من الجوانب ديالها باش تجينا مقاده. صافي وغادي نلويها بهذا الشكل، ما تخافوش منها، ما غاديش تلصق لان مدهونه مزيان بالمايزينا ومخدومه مزيان. صافي وغنوضعها في الساشيه وغادي نخليها، وغنحل عاود وحده اخرى بنفس الطريقه. ونستعينوا دائما بالمايزينا لانها كتعاوننا بزاف صراحه في الطرق ديال هاد المعسله هذه. بنفس الطريقه غادي نقطعها على جوج، يعني كل حربول كيخرج لينا جوج من هاد المعسله هذه. صافي وكنقطعها من النص وكنلويها بنفس الشكل ديال الاولى، وكنوضعها في بلاستيكه وكنبقى مستمره حتى كندير واحد 4 أو 5 عاد كنبدا نقلي. هنا من بعد ما كملت التوراق نصف الكميه، غادي ناخذ كاسرونه غنوضع فيها الزيت. ضروري الزيت يكون شويه يعني كتير. هنا عندنا العسل اللي خفيف ماشي خاطر بزاف، غتلقاوه في الرابط ديالو في صندوق الوصف، كان سبق ليا حضرته معكم. وهنا عندنا كسكاس اللي غنوضع فيه المعسله باش تسقطر من العسل. غنستعينوا بجوج ديال الفرشيط باش غنقليو هاد المعسله هذه. دابا غادي نبدا ناخذ بالاشرطه اللي قطعت، غادي ناخذ الراس ديال الشريط ديال العجين بهذا الشكل هذا، غنلويه على الفرشيط وغادي نبقى نلوي الفرشيطه وكنطلق بيدي الاخرى بهذا الشكل هذا. كنتمنى التصوير يكون واضح. غبات يدي شويه على في التصوير على المعسله. صافي بالنسبه للنار ضروري تكون النار اللي يعني بين وبين، ماشي مهيله بزاف وماشي مجهده بزاف باش طيب لينا وتجينا مقرمشه من الداخل وما تبقاش معجنه لينا من الداخل. يعني هذا هو السر ديال الطياب ديالها. عندنا هنا الجنجلان اللي نقيته من قبل ويعني وحمرته. دابا غادي نحيد المعسله من الزيت نوضعها في العسل، نطفيها بهذا الشكل هذا. صافي وغنوضعها في الصفاي او الكسكاس وغنرش عليها القليل من الجنجلان. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كيف ما كتلاحظوا غادي ندخلها ما بين الفرشيط بهذا الشكل هذا. وغادي نبقى نلوي في الفرشيط وانا كنطلق يدي وكنلوي المعسله على بعضياتها. ومن بعد كندخل الراس الاخير في الوسط اولا يعني في الدوره الاخيره كيف ما كتلاحظوا. صافي وكنبقى نحرك فيها بهذا الشكل الى ان كتاخذ اللون الذهبي ديالها، وكنعرف باللي تحمرات كامله وحتى من الداخل. صراحه كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف، كتجي فيها النكهه ديال ماء الزهر. صراحه كتجي زوينه، كنديرها في الاعياد المناسبات كتجي راقيه. صافي كنعسلها وكندير ليها الجنجلان وكنبقى مستمره بهذه الكيفيه هذه. كنلويها على بعضياتها. يعني ضروري انكم ما تزيروهاش باش تلقى الفراغات فين تقلى وتحمر، ما تجيش مضغوطه. صافي وكنبقاو مستمرين بهذا الشكل هذا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ونتلاقاو في الشكل النهائي. وصلنا لنهاية الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال المعسلات الدبلة الليبية. هي طريقة ليبية كتجي رائعة وكتجي غزالة الصراحة. هانتوما كيف كتجي كتقرمش. هانتوما كتجي كلها الصراحة يعني لا دور الطاير، كتجي بهذه الكيفية اللي كتشوفوه مقرمشة وكتذوب في الفم. كنتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم. كما العاده الى عجبكم فيديو اليوم فضلا منكم وليس امرا اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وخليوا لي التعاليق ديالكم، وما تنساونيش تبارطاجيو الفيديو مع الحباب ومع الصحاب باش يوصل اكبر عدد ديال اللايكات وديال المشاهدات. وبسلام عليكم.